إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. في ظاهرة غريبة يلاحظها أي حد ماشي في الشارع. العمارات المبنية تلاقي فيها نشع واخد العمارة من أولها لآخرها في جنب من جوانبها. تستعجب، يتهيألك إن النشع ده صورة مرسومة بالزيت. صوروا الفنان واستخدم فيه لونين، اللون الأبيض واللون الأصفر اللي ضارب على بيج. ومرة الصورة الفنية دي تبقى بطشة حجمها متر، ومرة تانية يبقى حجمها مترين، ومرة تالتة يبقى حجمها 3 امتار، حسب نشع المية وحسب بوظان المواسير. كل العمارات كده، حكومة أو قطاع خاص، شركة أو مؤسسة، بيت أو مصالح، كله في الهوا سوا، كله بيخر وكله مبطش وكله مبقع. طب النشع اللي بيبان على الحيطة ده سببه ان الصحي معمول مش مظبوط. تسأل، مش حاجة غريبة ان الصحي كله يبقى معمول مش مظبوط؟ يقول لك حاجة غريبة، بس مساواة، والمساواة في الظلم عدل. يعني في عدل، كل العمارات مبطشة ومبقعة، حتى العمارات الطويلة اللي على النيل مرسوم عليها النشع من أول دور للدور 20. مفيش حد أحسن من حد. طب ليه الصحي مش مظبوط في بلدنا؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما تفهمش. طب فين الدقة القديمة اللي كان المصري مشهور بيها؟ فين الإتقان؟ فين الذمة؟ ما تفهمش كل ده راح فين؟ يا ترى يا هل ترى باش مع النشع ولا لسه فاضل؟ ما تفهمش. النشع ده يبان لوحة مرسومة كده ملوش خطر، لكن في الحقيقة مفيش حاجة توقع العمارة أكتر من النشع. النشع ده عبارة عن تسرب المية في جسم العمارة. العمارة مبنية من الطوب والاسمنت والحديد، كل ده يتأثر بالمية. يعني النشع ده ممكن يأثر على عمر المبنى وسلامته. بدل المبنى ما يعيش 70 سنة يعيش 40، بدل ما يعيش 40 يعيش 20. المية بتقصف عمر أي شيء. لو نقطة مية نزلت فوق صخرة باستمرار تخرم الصخرة. نفسنا نشوف طريقة في الصحي اللي بيتعمل كل شنكان اليومين دول. عيب قوي ان المصريين القدماء يبنوا الهرم يقوم يعيش 4000 سنة، واحنا نبني العمارة من دول تقع بعد شهور. الهرم ده كان جبانة، كان مدفن. ازاي كانوا بيبنوا المدافن بالاتقان ده واحنا بنبني مساكن الاحياء بالاهمال ده؟ ليه مفيش مدارس للسباكة؟ ليه مفيش استعانة بالمواسير البلاستيك اللي بتعيش اكتر؟ ليه مفيش استعانة بالتقدم اللي حصل على فن السباكة عموما؟ ليه نبقى احنا بس اللي عايشين في القرون الوسطى بالنسبة لفن السباكة؟ كده احنا عايشين في خطر وفي مناظر مؤذية. عايزين نخلص بقى من الاتنين دول، مش كده ولا؟ بعد انتهاء حلقة فؤاد المهندس حبيت اوريكم حاجة عن الاهمال وازاي تحل المشكلة لو حصلت مشكلة. طبعا انتوا فاكرين طبعا لما حصل فيضان هنا، صح؟ المنطقة دي كلها كانت غرقانة من اولها لاخرها. معلش الدنيا ليل شوية، بس ده الوقت المناسب انا ممكن اصور فيه. اوكي، حطوا سور حديد في المنطقة دي كلها، محاوطينها من كل الجوانب، وشايفين كل المباني السكنية دي كلها اللي هناك خالص دي، شايفينها؟ لما انا اقرب شوية اوريها لكم. اوكي، وهقول لكم ليه. اهو
كل المناطق السكنية دي يا حضرات عاملة عليها كردون من أولها لآخرها. ده حتى في سكيورتي جارد أهو، شايفينه العربية أهو، حارس أهو بيحرس المنطقة عشان محدش يخش. تمام. المنطقة دي كلها ممنوع حد يسكن فيها. ليه؟ عشان المية احتمال أثرت على الأساس، ممكن العمارة تقع، بس هي مش هتقع يعني. ها موجودة سليمة اهي مية مية، بس هم خايفين على حياة الناس، بالتالي مش عايزين يسكنوا العمارات دي، هيهدوها ويبنوها من أول جديد من أولها لآخرها. مفيش أي مشكلة خالص. شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ restricted area، يعني منطقة محظورة. شايفين يا جماعة؟ اهو. اوكي، كله من أولها لآخرها. ده يوريك لما بيحصل مشكلة تحلها. طبعا الكلام ده لو حصل في مصر تقريبا الناس تقعد فيها لحد ما البيت ما يقع على فوق دماغهم، ولا حد يتدخل، لا البلد بتتدخل، لا الحكومة بتتدخل، لا القطاع الخاص بيتدخل، ولا حتى القطاع العام بيتدخل. محدش بيهمه حد غير نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.